بعد فوز المنتخب اليمني على بروناي 9-0. اللي علق لي واللي كلمني خاص واللي منتخب بروناي منتخب يعني ضعيف، منتخب غير منافس، منتخب ما ادري ايش. يعني انت هنا بحثت عن الجانب السلبي في الموضوع. ليش ما قلت المنتخب اليمني اصبح افضل، عناصريا اصبحوا افضل؟ ليه مسكت الموضوع من الجانب ذا بس؟ طيب انت من خليج 26 المنتخب اصبح افضل، ما عادوا يعني منتخب عادي ذاك اللي اي مباراة يلقم اهداف ولا. وعلى فكرة الفوز معنوي، فوز مهم، فوز حيفيد المنتخب قدام. التأهل لنهائية كأس آسيا كان مجرد يعني حلم، الحين أصبح شبه واقع. المنتخب أصبح يعني مهم في هذه المجموعة. المنتخب اللي انت وياه في نفس الليفل لبنان يضرب لك 1000 حساب ان انت منتخب قاعد تفوز قاعد تقارع. هذا كله بفضل الاحتراف اللي متواجدين في الدوري السعودي، في الدوري العماني، في الدوري البحريني، في الدوري العراقي، وممكن دوريات انا ما اعرفها اصلا او لا اعلم عنها عموما. ولكن يعني المنتخب اصبح افضل واصبح منافس، واي مباراة راح يلعبها في السنوات القادمة راح يضربوا له حساب، مو زي قبل. مع احترامي لكل الاجيال السابقة طبعا كانوا ايضا نجوم، ولكن الوضع اختلف مع نظام الاحتراف مع اللاعبين الحاليين.